ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. يلا نعمل تاني عزومة كده مع بعض، سهلة وسريعة برضو، مش هتاخد وقت خالص، من الاكلات كده اللي المحببة جدا على قلبي، واسهل حاجة اصلا ممكن الواحد يعملها في الطبيخ المصري العادي. يلا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الاول هسلق اللحمه، هقطع كده بصلتين وجزرايه وطماطمايه. والعيدان دي عيدان التوم، لما بنيجي نفرمه، لما بنشتريه طري كده ونيجي نفرمه بيكون فيه اللي هي العيدان بتاعته. بقطع بس اول حته كده من على الحرف، وباخد الباقي ده بحطهم في الشوربه، بس بشيلهم في الفريزر واحطهم في الشوربه، بيخلوها طعمها حلو قوي. سخنت الحله بتاعتي وحطيت فيها معلقه سمنه، وهنزل عليها باللحمه تاخد صدمه كده، وبعدين انزل عليها بالمنكهات، البصل والطماطم وجزر والعيدان التوم بتاعتي. طيب لو ما عندكيش العيدان دي هتحطي فصين توم يكونوا صحاح كده شويه. ما تخافيش، طعمها مش بيكون باين، بس بتدي نكهه كده حلوه للشوربه. وحطيت عليها ميكس ما بين الحبهان والفلفل الاسود، انا طحناهم مع بعض وحطاهم كده في البرطمان، بحطهم في الشوربه، والحاجات اللي ببقى محتاجه احط فيها حبهان. الحبهان بيفرق جدا في طعم الشوربة، هو ويعني طرف معلقة صغيرة كده من القرفة. القرفة برضو هتخليلك ريحة الشوربة حلوة جدا. جربيها وما تقلقيش منها، ما بتبقاش باينة في الطعم ولا حاجة. اول ما اللحمة غيرت اللون بتاعها كده، نزلت عليها بمية مغلية، لازم تكون المية سخنة. وهبتدي ان انا اشيل اي ريم كده هيطلع على الوش واقلبها، واول ما تغلي هوطي عليها النار وهسيبها بقى مع نفسها تستوي على نار هادية. وقبل ما اطفي عليها كده بربع ساعة افتح عليها واحط الملح بتاعي، تغلي غلوتين كده بالملح عشان يتطعم طعم اللحمة، تتطعم كده بالملح وتبقى طعمها حلو. حتى لو هتاكليها مسلوقة، انا هحمرها بعد كده، بس لا يعني انا لو انت عايزاها تبقى مسلوقة بس تحطيها واغليها غلوتين كده مع بعض في الشوربة بعد ما تحطي الملح. شايفين الشوربة بقت شكلها حلو ازاي؟ لونها جميل وريحتها قلب البيت وطعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت صافية كده ولونها حلو ومفيهاش اي شوائب ولا اي حاجة. يلا نعمل تاني صنف معانا. هعمل بقى صينيتين بطاطس كده. اول حاجة جبت 3 بصلات وسط، عشان انا ما عنديش بصل كبير، فرمتهم كويس في الكبة او بشوريهم بالمبشرة عادي. وحطي بقى عليهم اي توابل عندك حطيها، حطيت ملح وحطيت سكر وفلفل اسود وحبهان وكمون وكزبره ناشفه، اي بهارات عندك حطيها. مهم قوي انك تفركي بقى كده البصلايه وتطلعي الميه بتاعتها كده بالتوابل، بتخلي طعم الاكل حلو قوي، بتبرزي كده طعم البصل بالتوابل كده لما بتفركيهم مع بعض. انا كنت ناويه احطهم في صينيه واحده، بس حسيت ان هي مش تبقى واخده راحتها كده في السوا، فقسمتهم على صينيتين. هقسم برضو البصل عليهم هما الاتنين كده، الكمية الأكبر في الصينية الكبيرة والكمية الأصغر يعني في الصينية الصغيرة. والطماطم دي أنا عصرتها وصفيتها كويس من أي تفل هيكون موجود فيها أو بذر أو كده. لو عايزة تاخدي قوام حلو للصلصة في صينية البطاطس بعد ما تستوي، يبقى تصفي الطماطم، ما تحطيهاش بقشرة. حطيت معلقتين سمنة كده في كل صينية، وهحط برضو حوالي معلقتين زيت. وهحط في الصينية الكبيرة دي حوالي 4 فصوص من الثوم المفروم، وفي الصينية الصغيرة فصين من الثوم. الثوم ده انا مفرزاه، فانا بقول لكم المقدار المظبوط يعني، بحيث انك لو ما عندكيش ثوم مفرزاه تعملي مثلا 4 فصوص ثوم في الصينية الكبيرة وفصين ثوم في الصينية الصغيرة، بيطعمها وفي نفس الوقت عشان ما طعمه ما يكونش باين يعني في صينية البطاطس. هاخدهم بقى زي ما هما كده وهرفعهم على النار. لو عايزة الطماطم بتاعتك تبقى لونها احمر كده وشكلها حلو، هي الحركة دي مش هتفرق في الطعم، بس بيبقى تفرق في اللون. لما الطماطم بتاعتك كده تتسبك وتطلعي صينية البطاطس في الاخر، هتلاقيها حمرا ولونها حلو قوي. انا عشان عاملاها لعزومة فاتوصيت بيهم بقى بصراحة. حطيت حوالي 3 4 معالق كده معجون من صلصة الطماطم، اللي هي الصلصة المعلبة، عشان الطماطم بتاعتي تكون يعني لونها حلو كده. هرفعهم على النار كده ياخدوا غلوة. انا كنت مقطفة ملوخية خضراء وغسلاها كويس جدا. انا عشان عندي شوربة، فلما اجي اضربها في الكبة هضربها بالشوربة، يعني مش عايزة احط مية، المية دي بحطها لو ما عنديش شوربة. فانا هفرمها بشوربة، وفي الاخر خالص حطيت بس عليها كده الملوخية، حطيت عليها الشوربة وحطيت عليها بيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو زي ما بتقولوا عليها يعني. دي بتخلي لونها حلو. هي الملوخية عشان فريش مش محتاجة ان انا احط عليها يعني، بس انا حطيت كده زيادة تأكيد يعني، عشان تبقى لونها حلو برضو، وفي نفس الوقت يبقى ليها عرق حلو كويس يعني. خفيت الملوخية بشوية مية بعد ما فرمتها، حسيتها ان هي تقيلة، وبعدين رفعتها على النار زي ما انتوا شايفين كده قوامها بقى حلو.
انا حطيت حوالي كده 3-4 فصوص من الثوم المفروم في الملوخية قبل ما ارفعها على النار، وحطيت حوالي معلقة سكر صغيرة كده برضو بتخلي طعمها حلو. البطاطس انا رفعتها على النار ومغطياها كده عشان الصينية بتاعتي كبيرة، فمغطياها بصينية كده اكبر. اول ما حسيت ان هي بدأت تتشرب كده الطماطم، نزلت عليها بالشوربة كبشتين من الشوربة كده، وحسيت ان انا يعني الملح كان قليل شوية فيها، فالشوربة دي دوبت فيها حبة ملح كده ودلقتهم على صينية البطاطس بحيث ان يدوبوا، وفي نفس الوقت ما يبقاش الملح مركز في الصينية من مكان واحد يعني. اول ما الملوخية بدأت تقوم كده معايا، مش هسيبها تغلي، الملوخية ما بتغليش، اول ما تبتدي اللي هي هتغلي تطفي عليها بقى النار وتبقي سايباها اصلا، يعني سواها يكون على نار هادية. اول ما ابتدت تغلي معايا رفعتها من على النار، وحطيت حوالي معلقتين سمنة كده على معلقة زيت، وحطيت توم كتير، وحطيت الكزبرة الناشفة. المفروض احط حبة اكبر من كده، بس دول كانوا اخر حبة في البطرمان، يعني لسه عايزة اطحن الباقي. هبتدي ان انا بقى اقلبه، وتبقى على نار هادية برضو عشان من الحروف الثوم من الحروف ما ياخدش لون، وفي النص يبقى لسه ما خدش لون، واصلا لو بقى بني غامق قوي هيمرر، فانا عايزة اعمله على نار هادية عشان يبقى كله يتلون معايا ويبقى لون واحد في نفس الوقت ما يمررش. اول ما خد اللون اللي انتوا شفتوه دوت، نزلت عليه بالملوخية وبس كده، خلاص الملوخية استوت. هعمل بقى لسان العصفور. جبت حله تاني، طبعا انتوا شايفين ان انا مش عارفه احط اي حله غير على العين دي، يعني العين هو انا حاطه على 3 عيون، في عينين تاني، واحده اللي انا شغاله عليها والتانيه صغيره خالص، والصواني اصلا داخله عليها كده، فمش هعرف احط عليها اي حله ولا حاجه، فعشان كده انا ببدل، يعني اخلص الحاجه واشيلها واعمل حاجه تانية. يعني عملت الملوخيه وشلتها، بعدين قليت، وبعد كده شلتها وهعمل لسان العصفور. حمرت مج كده من لسان العصفور، اول ما خد اللون الغامق يبقى بني غامق كده، ما يبقاش فاتح قوي، نزلت عليه بالشوربه ومعلقه من معجون صلصه الطماطم. الشوربه انا محدقاها، لو مش محدقاها يبقى بعد ما احطها على لسان العصفور احدقها ملحها كده زي ما انا عايزه. اول ما لسان العصفور يغلي تطفي عليه وتغطيه وتسيبيه، طبعا هيكون لسه ما استواش، بس هو لما تسيبيه في الميه السخنه بتاعته دي هياخد السوا المظبوط، لكن لو سبتيه يغلي على النار ماشي هيستوي، اول ما تطفي عليه هتسيبيه في الشوربه بتاعته وهي سخنه، هتلاقيه نفش معاكي كده ومعجن وبقى مش حلو. فالسوا المظبوط ليه ان انت اول لما تيجي تلاقيه بيغلي اطفي عليه وسيبيه بقى في الشوربه بتاعته كده وهي سخنه، هتسويه وفي نفس الوقت هيبقى حلو مش معجن. شلت حله لسان العصفور وهعمل الرز. حطيت كوبايه من الشعريه وحمرتها، وبعدين هنزل عليها بالميه بتاعتي. اول ما تغلي كده هنزل عليها بالرز، او ممكن احط الرز دلوقتي، انا ساعات بعمله كده عشان يبقى هو والشعريه يبقوا سوا واحد، لكن انا بصراحه كنت ناسيه احط الرز يعني لحد ما الميه غلت، فعادي يعني مش الطعم مش هيكون باين قوي، يعني هي الشعريه تكون واخده سوا اكتر من الرز، بس يعني قليل قوي اللي هياخد باله من التركه دي. انا كنت قاسمه اللحمه على حلتين، فبعدين في الاخر كده حطيت اللحمه بتاعتي اللي انا سويتها الاول، حطيتها على اللحمه التانية اللي كانت لسه على النار بتغلي، حطيتها هي والشوربه الباقيه يغلوا غلوتين كده، وبعدين هطلعها، وقبل الفطار على طول هبتدي ان انا احمرها. صينيه البطاطس بتاعتي لما استوت على النار دخلتها كده وفتحت عليها الشوايه في الفرن، خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده وشمعت كده من على الوش، ريحه الاكل كانت جايبه لاخر الشارع، الريحه والطعم حلو جدا، والشكل زي ما انتوا شايفين. بصوا الشوربه اللي انا عملتها معاكم صافيه ازاي، وطعمها حلو قوي. انا كده خلصت عزومة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتم بأي معلومة كده ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا اي فيديو جديد، والسلام عليكم.